الصحابي اللي ما كانتش بتفوت تكبيرة الاحرام وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يجد الا ثوبا واحدا يصلي فيه وتصلي زوجته فيه، مراته قالت له البس انت الثوب وروح صلي ورا النبي، وبعد الصلاة تعالى بسرعة حتى ادرك الوقت في اوله، عشان هي راح تصلي. وراح صلى ورا النبي، والنبي قال له كيف حاله؟ قال له حالي كما تراني يا رسول الله، الحمد لله. النبي كان يقدر يقول له ربنا يسهل عليك، وهي كلمة جبر خاطر، انما النبي كان لا يعرف المواقف السلبية، كان يعرف المواقف الايجابية. يعني يا فلان انت ما زرتش فلان ليه؟ ده عيان، جارك عيان، يقوم يقول ربنا يشفيه. طب ما هو ربنا يشفيه هيشفيه، انما انت تزوره برضه عشان خاطر يمكن يكون عايز ثمن الدواء، يمكن يكون الراجل بتاع العيش ما جابلوش عيش من يوم ما نام في بيته ما بيكسبش، فانت تشوف حاله. فالنبي خلع احدى قميصيه والبسه لذلك الصحابي. الصحابي خد القميص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به على زوجته فرحا مسرورا. وحد الله، قل لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة